مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. اليوم الثالث والأخير منذ تابعناها وإياكم، طبعا فرصة للجميع لإثبات. ها هي البداية إذن. كريم بنزيما اليوم لأول مرة مع فريقه الجديد، لاعب قاتل أمام المرمى، يعرف طريق المرمى جيدا، يعشق هز الشباك من نصف فرصة وحتى 4 الفرص، قادر على استغلال. لعبة جميلة هنا. هرنانديز، شاكا، كرة خطيرة إلى الأمام. موسيالا، ساديو ماني يتسبب في احتساب المخالفة. برناردو سيلفا، كريم بنزيما، محمد صلاح، محمد صلاح يحاول أن يسدد الكرة من هنا. الله على الكرة، هدف لأرسنال. يفهم كرة القدم جيدا، توقع الكرة واستحق أن يسجل هذا الهدف. قرأ الموقف بشكل سليم، ردة فعل سريعة جعلته يسجل هذه الكرة. الأمر لم يكن مصادفة بصراحة، ذكاء هو عامل حسم في مثل هذه المواقف. الكرة القريبة لكنها لم تسجل، وللأسف في كرة القدم لا مجال لاحتساب الكرات السانحة للتسجيل. تدخل حاسم لقطع الكرة ويعود بالكرة إلى الوراء. استعادة الكرة، يستعيد الكرة 40 دقيقة أولى. رضا تام على ما قدموه في الشوط الأول في مباراة أرسنال. يجب أن يحافظ، يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. يحاول أن يلعب كرة بينية، كرة تمر بسلام على المدافعين. كيميتش، زينشينكو، نتيجة هنا 1-0. كرة بينية، بايرن ميونخ يحصل على ركنية هنا. يتوقف اللاعب في هذه الأثناء أيضا مع إجراء تغيير. ساديو ماني، الكرة محمد صلاح، برناردو سيلفا. برناردو سيلفا، ساديو ماني يلعبها لمنطقة الخطر. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس. سرعة غير عادية ودقة في التمرير. تونالي نجح في ذلك. بايرن ميونخ ربما كان بإمكانهم استغلال الفرصة الأخيرة بشكل أفضل، لكن واضح أنهم يحاولون بشتى الطرق تسجيل التعادل. إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. يستعيد الكرة بعد ضغط قوي، وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. بايرن ميونخ يقوم بتغييرات بالجملة هنا. ضغط كبير يساعد في استعادة الكرة. الآن تأتي الفرصة من أجل حسم الفوز في هذه المباراة وتعزيز التقدم في آخر الدقائق. تشوبو موتي،
روبرتسون. قلب الأسد يبعد الكرة بشكل رائع. محمد صلاح ثرب. انتهت المباراة.